بتاع لندن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مع اقتراب شهر رمضان وببساطة السوق ما فيهوش سكر. اي حد يقول ان فيه سكر يبقى مش عايش معانا. السوق ما فيهوش سكر، ده مش سر. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معاكم عماد العطار. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض المواطن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أزمة السكر. وببساطة السوق ما فيهوش سكر. اي حد يقول ان فيه سكر يبقى مش عايش معانا. إيه تاني؟ وببساطة السوق ما فيهوش سكر. الإعلامية لميس الحديدي بتتكلم عن أزمة السكر. على فكرة أنا مبسوط جدا 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 من إن الإعلامية لميس الحديدي إعلامية كبيرة، لها كل تقدير واحترام. ده اللي أنا كنت بطلبه. بقول إن الإعلام المصري لازم يقول أو يعرض الحقيقة على المسؤولين. ده مش سر. هو لو سر او احنا بننبش في قبر مغلق ماشي، لكن ده مش سر. هي الاسعار هتنزل قبل رمضان؟ يهيألي يعني ان احنا نحتاج الى بيان يتحدث عن السلع الاستراتيجيه قبل الدخول على رمضان. النهارده واحد سالني سؤال واتحدى حد يعرف يجاوب. وزير الاسكان اكمل مالي، مدى توفرها، اسعارها ايه، يا ترى رمضان هيبقى شكله عامل ازاي؟ انا بس عايز اطمن الناس انه بلدنا وحدانيه في المية. على فكره انا ما بحلمش انها تنزل، انا بحلم انها تبطل ارتفاع. وعلى فكره الناس ما عندهاش مشكله تاكل الكنافه ساده. العمليه مش سر. ده مصر كلها. مصر كلها بتعاني من موضوع الاسعار، مره سكر، مره زيت، مره رز، يعني حاجات اصلا ملهاش بدائل. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع السكر. الحوار الرئيسي من اي 2 ستات في مصر: مساء الخير يا حبيبتي، جبتي السكر منين؟ لقيتي سكر وجبتيه منين؟ في 2 كيلو بيتباع مش عارفه لما تروح متجر كذا واشتريت بكذا هيدوك 2 كيلو سكر، روح انت وابنك فكل واحد ياخد 2 كيلو سكر، حاجات كده يعني. مفيش سكر في السوق. لغز اختفاء السكر هنتكلم فيه النهارده. اختفاء السكر في الأسواق. فعلا السكر النهارده بقى عامل زي الهيروين. كنا بنلاقيه، كانوا بيقولوا ب27 30 35 40، وصل لسعر كبير جدا. ولكن النهارده بنلاقيه في معارض اهلا رمضان. وطبعا معارض اهلا رمضان فيها ذبح، فيها موت. معرض اهلا رمضان مش متوافر في كل الاماكن، يعني مثلا موجود في المدن ومش كل المدن كمان. موضوع السكر بقى حديث الجماهير. تعالوا نتأكد اكتر من موضوع السكر. الحكايه باختصار شديد، علشان بس كل الاضواء مسلطه الفتره دي على السكر. استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن، انتاجنا 2.8. اذا في فجوه حوالي 400 ألف طن في السنه. الحمد لله وصلنا لاكتفاء ذاتي من السكر 90%. طب احنا سمعنا ايه تاني؟ عايزين نتأكد تاني. ومع الطاقات الجديده او شركات القطاع الخاص اللي هتفتح في غرب المنيا وتدخل الانتاج، هنوصل ل 100% ان شاء الله في خلال فتره قصيره. برضو عايزين نتأكد اكتر من موضوع أزمة السكر. ايه اللي حصل؟ لما سعر السكر ارتفع عالميا وصل ل $800 للطن، بعض شركات القطاع الخاص اللي كانت بتستورد لم يتم استيراد الكمية المطلوبة، بالتالي حصل نقص في الكمية اللي معروضة للأغراض التجارية أو التعبئة أو الصناعي. طب نرجع خطوة واحدة لورا. سكر التموين موجود منذ أكتر من سنة في منظومة التموين، سعره ما اتغيرش، 12 جنيه و60 قرش. طب التموين ده كام يا أستاذ محمد؟ حوالي 22 مليون بطاقة ب 64 مليون مستفيد. يعني دول احتياجاتهم 75% من الاحتياجات داخل منظومة التموين أو داخل مصر مغطاة وما فيهاش مشكلة. والبطاقة لو 4 أفراد تاخد 4 زيت و6 سكر على سبيل المثال. هتسألني تقول لي طب والناس اللي بره التموين؟ الناس اللي بره التموين في مبادرة أطلقها رئيس مجلس الوزراء اسمها مبادرة تخفيض الأسعار، فيها 7 سلع رئيسية
من ضمنها السكر. لما لقينا السكر في الاسواق بيطلع ل 30 و35 اتحنا السكر داخل المبادره ب 27 جنيه للكيلو. طيب برضو ايه الحكايه؟ الناس عايزه تفهم ايه اللي حصل. اللي حصل ان احنا لما لقينا في عجز في الكميه اللي بيتم ضخها من الشركات القطاع الخاص، الدوله ممثله في وزاره التموين خدت على عاتقها توفير السكر للقطاع الخاص. هي دي النقطة اللي أنا بتكلم عليها. السكر بيروح للقطاع الخاص، القطاع الخاص طبعا بياخده الله أعلم عشان ما اتهمش حد، ولكن اللي أنا أعرفه إن السكر فيه أزمة، بيقول 90% وبعد كده هيوصل 100%، وبعد كده بيروح لشركات القطاع الخاص، وبعد كده المواطن بيصوت ويصرخ، بيصوت ويصرخ. هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنسلط الضوء على المشكلة، لازم الموضوع يتحل. اقعدوا مع الناس. انا قلت لازم يكون في حوار وطني. طبعا انا بتوجه بالشكر للسادة الاعلاميين اللي فعلا بدأوا يسلطوا الضوء على موضوع الاسعار، لان الناس هتنجن. والله العظيم بجد الناس هتنجن. وفعلا انا واحد من الناس فعلا حصل لي خنقه، حصل لي خنقه بجد. مش قادر، انا مش قادر بجد، انا بقولها عن نفسي، فما بالك بقى الاخرين، فما بالك المواطن اللي مفيش، المواطن العادي. فاحنا النهارده بنسلط الضوء على هذه المشكله. ده مش مشكله السكر بس، ده مشكله سكر وزيت ورز ومكرونه وبنزين وحاجات كتير، حاجات كتير قوي قوي. مش سر زي الاعلاميه لميس الحديدي فعلا ما قالت، مش سر. فالنهارده لازم بجد نحل المشكله، لازم نضع حل لهذه المشكله، لان المشكله بدات كل الناس تتكلم عنها، مصر كلها بتتكلم عنها. السعر بقى في كل بيت دلوقتي، الناس ماشيه تكلم نفسها. ده في ناس بتشيل الشبشب وتضرب دماغها بيه، في ناس بتلطم على وشها، في ناس مش قادره، والله بجد مش قادره. فأتمنى إن المسؤولين يتحركوا، المسؤولين يتحركوا. أنا مش عارف وزير التموين النهارده في أهلا رمضان على ما أعتقد في الخصوص أو في شبرا ما كملش من الزحام بتاع الناس، ما كملش وشايف بعينيه. المشكلة إنه شايف بعينيه. طب أنت شايف بعينيك وأنت المسؤول بتاخد عربيتك وتمشي؟ فحاجة بصراحة أنا والله ما بقيت عارف. فالمهم إن إحنا لازم نسلط الضوء على مشكلة السكر والرز والاسعار كلها. اعزائي المشاهدين بشكركم والى اللقاء في حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.